الرحمن الرحيم. أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجماله ينشي السحابا، وكلم موسى في الدجى كلاما بلطف ثم ألهمه الخطابا. ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا، وقربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رفيع الدرجات مجيب الدعوات، سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأشهد أن خيرة خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت، ومن سواك غدا في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا الفضل يكفيني. ثم أما بعد، فيا أيها الموحدون، ويا أيها المسلمون، ويا أيها المستمعون إلى مائدة القرآن الكريم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن قد جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. التقرب إلى الله تبارك وتعالى يكون بأي وسيلة من الوسائل، فمنهم من تقرب وتاب بآية من آيات القرآن الكريم، فهذه السيدة نفيسة قيل عنها أنها كانت تختم القرآن 1000 مرة في المكان الذي ستقبر فيه، فلما وعدها ربها بحسن ختام كان آخر ما قرأت لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. ولما أراد الله تبارك وتعالى توبة للفضيل بن عياض، وكان أحد قطاع الطرق، وكان لا يخرج إلا لقوافل الحج، ذهب ليسرق مرة، فسمع أحدهم يقرأ في تأن وخشوع وتدبر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال عن نفسه: بل آن يا رب، وكتب الله تبارك وتعالى له توبة. الخشوع والتدبر عند سماع القرآن يحتاج إلى قلب راق،
وقلب مسترق وقلب مطمئن وقلب معلق بالله، لقول ربنا تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فلما كان يذكر اسم الله تبارك وتعالى إلى هذه القلوب، كانت هذه القلوب تزف إلى الدرجات العلى. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع آي القرآن؟ طلب النبي من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يتلو عليه شيئا من القرآن، فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي: حسبك، كفى كفى. قال عبد الله: نظرت إلى عيناي النبي فوجدتهما تذرفان. الإحساس الراقي والإحساس العالي. نعم، القرآن مأدبة يجمعك في الدنيا بقراءة أو استماع، خشوع وتدبر، حتى تكون في أعلى الأماكن. فآي القرآن كدرجات الجنة، إذا قرأت وتمعنت وتدبرت رفعت في الجنة درجات ودرجات. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وأحسب فضيلة الشيخ أحمد كمال العسوي من المجيدين للأداء، ومن المتقنين للتلاوة، ومن الذين حباهم الله تبارك وتعالى جمال الصوت، ومن الذين ميزهم ربنا تبارك وتعالى في معرفة أماكن الوقوف ومخارج الحروف. وحينما كنا نسمع قديما مع فضيلة الشيخ طه الجندي، كنا نسمع ربعا مسترسلا كاملا، حتى إذا ما انتهى وسمعنا والله قد حفظناه. ولذلك الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبرك ويقول: إذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة ذكرهم الله في من عنده. من ضمن التقرب إلى الله، اسمعوا النفحة دي: أعلنا أن تصيبنا رحمة من هذه الرحمات فنلقى ربنا ولا نشقى بعدها أبدا. كان أحد الصالحين يقول إيه؟ يا رب، أنت تعلم أن أمي أرحم بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وهي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني رحمة من عندك، فرحم رحمة بإذن الله. اسمع كده الدعاء تاني: يا رب، إني أعلم أن أمي أرحم بي، وإني أعلم أنك أرحم بي من أمي، وهي لا ترضى لي الهلاك ولا العذاب، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني رحمة من عندك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه،
زيدوا النبي صلاة، يحب النبي يصلي عليه وما يزهقش من الصلاة عشان هيحشر معه يوم القيامة. قولوا آمين. النبي صلى الله عليه وسلم جيء بامرأة أسيرة ومعها طفلها. المرأة في مكان والطفل في مكان، فلما اجتمعا أسرعت المرأة واحتضنت ولدها، فقال النبي: أرأيتم هذه طارحة بولدها في النار؟ بعد ما مسكت فيه كده وبوطت فيه، هي ترضى تحطه في النار؟ قالوا: والله لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم من الأم بولدها. ولذلك النبي يأكد لك، يقول لك إيه؟ لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. حد يخش الجنة بعمله؟ أبدا. اوزن الموازين وشوف. ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى مين اللي هيرحمنا؟ الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه كتب على نفسه الرحمة. في مراحل الرحمة الله تبارك وتعالى قد ادخر لنا يوم القيامة 99 جزءا من الرحمة، وأنزل لنا رحمة واحدة في الدنيا كي نتراحم بها. ولو تراحمنا والله ما كان بيننا جائع ولا عريان ولا مغبون ولا مهضوم. الرحمة جزء من 100 جزء. أقسمت على الله وأقسم الله تبارك وتعالى عليها فقال: وعزتي وجلالي من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. دي ايه هي دي؟ دي الرحمة. ولذلك ربنا سمى نفسه ايه؟ الرحمن الرحيم. ليه؟ هو الذي سيرحم الخلائق. في آخر صحيح مسلم، آخر حديث، الله تبارك وتعالى يأذن بخروج 4 من النار. هيطلع قد من النار؟ 4. يفرحوا ويتبسطوا ويقول: الحمد لله الذي نجانا من النار. ثم يقول ربنا: أعيدوهم. يزعل واحد منهم. ولذلك لما تبقى قدام مسؤول ما تاخدش على راسك على طول، اتكلم ودافع عن نفسك، يمكن يسمعك وربنا كده يكتب في قلبه الرحمة فيتغاضى عن اللي هيعمله معاك. فيقول أحدهم: يا رب والله ما كان هذا ظني فيك. يا رب ده انت طلعتني من النار ترجعني تاني؟ أعيدهم. والله يا رب ما كان هذا ظني فيك. يقول ربنا: أدخلوهم الجنة برحمتي. يخشوا الجنة بإيه؟ برحمتي. ولذلك سئل أحد الصالحين: ما السكينة؟ قال: يدبر الأمر. تلقى السكينة فين عند ربنا؟ يدبر الأمر. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري. من المدبر؟ الله. طيب واحد تاني يقول: وما السكينة؟ قال: فما ظنكم برب العالمين فما نظن في ربنا إلا خيرا. اوعى تظن في ربنا غير الخير كله. تقع في مأزق ولا تقع في حالة تقول ايه؟ يا رب اشمعنى انا؟ يا رب ده انا وغيري وغيري وغير. لا والله، اختيار الله لك بتوفيق منه، يريد أن يثيبك ويعطيك الجزاء ويطهرك من خطاياك كي تقبل عليه ويدخلك الجنة بإذن الله. السكينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لما تيجي تعرض المسألة اعرضها بتأني واعرضها بأسلوب راق. قلنا قبل كده في قصة اللي هنختم بنا عشان في أخ حبيب هنسمعه إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره وأن يعلي قدره وأن يوفقه لما يحب ويرضى. واحدة فقيرة جدا في المدينة، فيش خلاص،
كادت هي وزوجها أن يطلقها من شدة الفقر، فسمعت بأحد الأغنياء، ونادر لما يحس الأغنياء بالفقراء، فلو أحسوا لتكافلوا، ولو تكافلوا لكان الجميع في مستوى واحد، ولكن الله تبارك وتعالى أراد من الغني أن يشكر وأراد من الفقير أن يدعو. قالت أروح للرجل دوا، فراحت كده على الباب ووصلت إلى القصر فوجد حراس. قل لصاحب القصر أني أختك. هم يعلمون أن صاحب القصر ليس له إخوة من البنات. قالت هذب وقل، ودققت في طلبها، فلما أصرت ذهبوا وقالوا له إن أختك بالباب تطلبك. قال أنتم تعلمون أن ليس لي إخوة، ولكن رحم مقطوعة سأصلها. دخلت المرأة، أنت مين يا ست؟ أنا أختك. منين؟ من بني آدم. أخته منين؟ من بني آدم. قال رحم مقطوعة سأصلها. أنت عايزة إيه؟ قالت تعلم أن الفقر مر المذاق، وأنا وزوجي على باب الطلاق، فاصنع لنفسك معروفا ليوم التلاق، فما عندكم ينفد وما عند الله باق. أعجب قوي بالكلام ده الرجل اللي قال لها، مش أنا اللي أقول تاني، ده الرجل قال لها أعيدي. قالت تعلم أن الفقر مر المذاق، وأنا وزوجي على باب الطلاق، فاصنع لنفسك معروفا ليوم التلاق، فما عندكم ينفد وما عند الله باق. أعيدي أعيدي أعيدي. قالت تعلم أن في الإعادة مزلة، وقد علمت بابي من علة، فاصنع لنفسك معروفا يضمن لك الجنة. اعطوها من النياق ما شاءت، ومن الإبل ما شاءت، ومن الطعام ما شاءت، ومن الأموال فوق ما شاءت، لنصنع لنفسنا معروفا ليوم التلاق، فما عندنا ينفد وما عند الله باق. أختم في هذه